أهلها في العراء جراء ألسنة النيران التي أتت على الطابق العلوي للعمارة بشارع تمزوغة في حي الدرب العتيق بوهران. الحادثة أثارت مخاوف السكان الذين ناشدوا بدورهم السلطات المعنية بالتدخل في أقرب الأجل. ياسين حسين والمزيد. عائلة تبيت في العراء جراء ألسنة النيران التي ألهبت الطابق العلوي لعمارة واحد شارع تمزوغة بحي الدرب العتيق. هذه الحادثة التي مر عليها أزيد من أسبوع لم تتحرك لها السلطات المعنية ساكنا، مما جعلهم يفترشون الخيم للمبيت فيها. رانا في حالة كارثة، الناس اللي تبات برا، رانا في القيطون بزوز صغار شوابين تاعنا راه مرضى. لقينا ما بين يوم وليله رانا في الزنقه، وراه الحل. حاله مأساويه، متشردين، ما كان لا ليجيان لا حتى حاجه، الاولاد راه متشردين معنا، ما نقدرش نفسر لك الحاله، وضع سيء. هاد الدار تاعنا راهي في سيمانه ملي انحرقت، جاو لي بومبي، جاو لاميري، خدموا خدمتهم، ورانا نقارعوا راهم في سيمانه ما بانت حتى حاجه. هذه العائلة المتشردة تنتظر بشغف تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها والي ولاية وهران السيد عبد الغني زعلان للحسم في مشاكلهم السكنية التي يتخبطون فيها. ونجي السلطات بأقرب وقت يلقونا حل في أقرب وقت. الدخول مدرسي قريب، والأطفال كيفاش نديروا معاهم في الزنقة؟ ورانا مترجين من المسؤولين، من سيد الوالي يجي يشوف هذه الحاله اللي رانا فيها. رانا في الشارع، ما جانا حتى مسؤول، ما جانا حتى واحد حوس علينا ولا شافنا وين رانا. أزيد من 30 عائلة تعيش أوضاعا كارثية، فمنهم من يفترش الخيام ومنهم من يبيت تحت الأسقف المنهارة.